هذا من مدينة الخميسات. بغيت نشارك معكم اليوم حكايتي وبغيتها تكون عبرة لكل بنت. مشكلتي مع البكارة المطاطية. أنا عشت طفولة عادية جدا. كنت أنا وخوتي كنقراو وعايشين بخير وعلى خير. كنا كنقراو مزيان، كيجيو من الأوائل. قبضت الباك ديالي الحمد لله بنقطة ممتازة، وكنت كنحماق على شي حاجات نسا الصحافة، والأمنية ديالي هي نكون صحفية. مشيت دخلت المعهد ديال الصحافة وبقيت تنقرا الصحفية، وبابا وماما كانوا دائما مشجعيني. واحد البنت صاحبة ماما واحد النهار جات عندنا للدار وشافتني وعجبتها، واقترحت على ماما، قالت ليها بغيت نزوجها لخويا في ميريكان. ماما عجبها الحال بزاف، قالت لي تما كاين مستقبل وغتكمل قرايتك تما بنتي. انا بغيت نكمل قرايتي في المغرب. بقاو عليا دارنا حتى قنعوني، قلت لهم ماشي مشكل نتزوج به، ولكن بشرط يخليني نكمل قرايتي ونخدم المهنه اللي انا هي الحلم ديالي. قالوا لي صافي موافقين. كان هو باقي في ميريكان، جاو خاب عائلته، جابوا محلو ما جابوا كلشي على حقه وطريقه. جابوا الذهب، جابوا الحوايج، جابوا لي كادو بزاف. درنا الخطبه، عطاوني النمره ديالو. صيفطوا لي التصاور ديالي، صيفطوا لي التصاور ديالو. مهم عجبني وعجبته. قالوا لي هنا 4 شهور غادي يجي وغادي نديروا العرس. انا بهذيك الفرحه صراحه وليت كنبغيه. مشيت انا والوالده ديالي بينا كنوجدوا في الحوايج هذاك الشيء ديال العرس. ما خلينا تكاشط، ما خلينا فاطم، ما خلينا جلال باي حاجه تقليديه ولا عصريه. وجدتها، عطاني في الصدق 3 المليون. في الحقيقه برات راسي من الحوايج، من الذهب، من كل شيء اللي كنت مشهيه خديته. بقينا كنوجدوا العرس، ما بقاش بزاف العرس، بقى صافي شهر وغادي يجي. اول مره كنشوفه صراحه كنت حشمانه منه بزاف، ولكن داز واحد الشهير ودرنا العرس، وداز داكشي زوين في القاعه. هو يقول الوالدين ديالي غادي يمشيو نسافروا لواحد المدينه بعيده بعيده المدينه اللي كنا ساكنين فيها باش ندوزو شهر العسل. المهم مشينا لواحد لوطيل بيسنا فيه، ما خلا ما دار ليا برا عيني، اللي بغيتها كيشريها ليا. داني لواحد الريستوران تعشينا تما وكنا فرحانين بجوج بينا. سالينا العشاء وطلعنا لبيتنا. هذيك الليله هي كانت ليله الدخله ديالنا. الصراحه ما عمري ما غادي ننساها حتى نموت. ما هبطش مني الدم، وخا انا يا بنت وعندي البكاره مطاطيه، ولكن هو ما فهمش داك الشيء وبقى كيغوت عليا. تيقول لي علاش ما صارحتينيش ولاش ما قلتيش ليا. وانا تنحلف ليه وتنقول له اقسم لك بالله عمرني شي واحد ما قاصني. بقى كيضرب فيا كيضرب فيا كيضرب فيا حتى سخفت. جاو في موري لوطيل هما اللي فكوني منه. هز الطوموبيل وداني لدارنا ولا حنا قدام باب دارنا، وسمح فيا وكل اللي زرقا وكل اللي كان بكي. حالتي حاله بحال شي كلبه، وانا في حقيقه ما عمر شي ولد المراه حط عليا يدو. قلت له يلا ديني عند شي طبيب، ديني عند اي بلاصه. والو ما دهاش فيا، سمح فيا ولاحني وبدا كيعاير في با. خرجوا والديا لعندو، قال لهم بنتكم ما شريفه ما حتى شي حاجه، عاطيني مراه جاله. المهم سمح فيا ومشى. لا رد لي تفاجأت دفع الطلاق. قال لي غادي نطلقك. حياتي الدمرات حسيت بها وحاولت ننتحر وشربت الدواء، ولكن عتقوني دارنا وداوني للطبيب وداروا لي غسيل المعده. داوني للدار. الوالد ديالي فيما كيشوفني كيدفر عليا، حتى شي واحد ما تيقني. تنقول لهم اي طبيب بغيتوني نمشي معاكم ليه. بقيت على هذاك الحال، دفع هو الطلق وطلقني. بقيت جالسه غير في الدار وانا مكتئبه لمده عام. من بعد وانا مفكره مزيان، قلت علاش انا نبقى غير مساده عليا في الدار. هو ظلمني، انا ما عمري ما غنسمح ليه لا دنيا لا اخره. والديا تا هما ظلموني، فيما كيشوفني كيدفعني وكيدفل عليا با، يعني ما كيخليني لا نخرج لا ندروج غير الدار. بقيت تنطلب فمي، قلت لي عافاك بقيت خليني نخرج نشم شويه د الهواء. خرجت واحد النهار وانا نتلاقى بواحد الولد وانا نتفاجئ به. كان تيقرا معايا واحد النهار، كان تيقرا معايا داكشي ديال الصحافه. ريت شتو بديت كنبكي وعاودت ليه كلشي داكشي اللي وقع ليا. الصراحه فاجئني،
هو يقول لي راني كنت كنبغيك، وقال لي نهار اللي تزوجتي بقى فيا الحال بزاف، انا مستعد من دابا نمشي نخطبك من داركم. انا ما بغيتش، لحقاش حسيت بيه بحال كيشفق عليا، ولكن هو بصح كان تيبغيني. بقيت مره كنخرج صحابيه وكنتلاقى به وكنهضر معاه في التليفون. واحد المره قال لي انا مستعد نجي نخطبك صافي. قلت له انا دارنا صافي مبقاش عندي معاهم، وليت تنكرههم، باش تتزوج بيا انا نجي عندك. قال لي لا ما يمكنش، خصني ضروري نجي لداركم. قلت له انا الشرط الوحيد ديالي هو دارنا ما يسيقوش الخبار. صافي اتفقت انا وياه، جمعت كاع الاوراق ديالي وجمعت حوايجي، وقبل ما نجمع حوايجي داني للطبيب عند اختصاصي ديال طب النساء. دارت لي الفحص وقالت لي عندك بكاره مطاطيه، الا بغيتي باش سميتو خصك ضروري ديري ديك العمليه. الراجل اللي نتزوج به ما بغاش. المهم خديت هذيك الشهاده اللي كتبات ليا وكتبت ليهم رساله وخليتها ليهم في الدار، وجمعت حوايجي وجمعت ورقيه، خليتهم تنعسوا ومشيت عند الراجل اللي تزوجت به وضربت انا وياه العقد وتزوجت انا وياه. صافي قلت ليه الشرط الوحيد اللي عندي هو نسافروا من هاد المدينه اللي انا عايشه فيها، ما نبقى ساكنه فيها. فين سافرت؟ سكننا في واحد المدينه بعيده على المدينه اللي تساديت فيها. عشت مع راجلي بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي خير. والديا بقات تهضر مع واحد صاحبتي، قالت لي ما خلاو عليك حتى شي قنت، كل شي بلايص قلبوهم عليك. وانا الصراحه صافي قلبي قصاح عليهم، كرهتهم من قلبي لحقاش ما شفقوش عليا، ما حنوش فيا، ما وقفوش معايا. تنقول لهم يلا غير ديروا لي الطبيب، تيقولوا لي لا. صافي سمعت بان الاب ديالي مرض وندم على داكشي اللي دار ليا. بقيت عايشه مده 4 سنين ما شفتش والديا، ولدت واحد الوليد ورجعت لقرايتي كنكمل قرايتي، والحمد لله وليت عايشه بخير وعلى خير. وهداك الشيء اللي داروا لي والديا صراحه ما لا اله الا الله محمد رسول الله، صراحه دمروني، ما بقيتش كنحمل فيهم الشهره، لانه تكرفسوا عليا بزاف، تيدفعوني تخشوا ليا الهضره الخايبه. ولكن با ندم بزاف ومرض، ولا كيدير الدياليز، ولا دابا كيطلب على الناس يقلبوا معاه عليا، تيقول لهم بغيت نشوف بنتي اخر مره في حياتي. وانا الصراحه واخا ما كنتش كنحملو داكشي. صافي ندمت صراحه، انا قلت هذوك راه الوالدين ما غاديش نتخلى عليهم، خصني ضروري نمشي عندهم. صافي وحن القلب ديالي ومشيت عند والديا، وفي عاد فهموني وعاد حسوا بيا. المهم كنتمنى هاد القصه هادي تبارطاجيوها وتفاعلوا معاها، ما تنساوش اللايك. واي بنت راضيها بحالي الوالدين ديالها يحسوا بيها، ولا الزوج ديالها يحس بيها ويديها بعدا للطبيب، ماشي غير يجي يبقى يتصرف ديك التصرفات اللي ماشي هي هذيك. وهذه هي القصه ديالي ديال نهار اليوم. نتمنىها تعجبكم. شكرا لكم بزاف، احبكم في الله، الى اللقاء.